عايزة تعملي حاجة حلوة لازم تجيبي بقى لفة جلاش زي ما انا جبت كده، ولازم تعتمدي الوصفة دي بجد هتوديكي في حتة تانية خالص من جمالها. هي بتتكلم عن نفسها يا جماعة. شوفوا اللقمة قد ايه جميلة وقد ايه حلوة. طبعا انا سايبه لكم فيها الصوت عشان تسمعوا القرمشة قد ايه جميلة، قد ايه حلوة جدا، بجد حلوة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات، ويلا بينا ندخل على وصفتنا الجامدة دي. يلا بسم الله. احنا كده جبنا لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي 500 جرام يعني نص كيلو، ودي كوباية الا ربع سمنة على زيت، يعني النص سمنة والربع كوباية زيت، ودي معلقة التوريق اللي انا بحب احطها يا جماعة اللي هي البيكنج باودر. ده كان عندي شربات عندي في التلاجة، فانا طبعا ما عملتش شربات فبوريهولكوا اهوت، بقولكوا يعني ده كان عندي في التلاجة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي عايز يعمل الشربات بتاعه، الشربات يعني كوباية ونص السكر، كوباية مية، فانيليا، عصرة نص ليمونة، وطلعيه على النار يعني. ضيفيه على النار لمدة من بعد غليانه 7 دقايق أو 9 دقايق بالكتير، وكده هيكون معاكي أحلى شربات. انت عملتي ايه يا عبير؟ طبعا دي الصينية دي مقاس 32 يا جماعة، هي بتاعة الفرن الحراري، وفي زيها ألمونيا، بس أنا قلت طالما هشتغل في الفرن الحراري اشتغل في الصينية بتاعته، بما ان انا هشتغل فيه يعني. فانتوا شايفين انا عملت واحدة خلف وواحدة خلاف، يعني واحدة من هنا قصيرة ومن الناحية التانية طويلة، بنوزع عشان ما يكونش فيه حتة فاضية وحتة ايه، يعني في حتة طويلة وحتة ما فيهاش طول، يعني تبقى قصيرة وتبقى الصينية باينة. وبتدهني ورقة ورقة كده. طبعا الوصفة دي جميلة جدا، اعتمديها بجد حلو قوي. انا جوزي مش بيعجبه اي حاجة، بجد هي عجبته الوصفة دي حلوة، وقال لي دي جميلة قوي. وطالما هو قال لي دي حلوة يبقى اكيد هي حلوة. كده دولت ايه، 2 كوبايتين من المج ده، كوبايتين عاديين زي دي، بس المج قدها بس عادي يعني. انا بقى ايه، بحط في الكوباية دي عادي ديت نص كوباية آه، جوزة الهند اسفة، ومعلقتين سكر انا حطهم في الكوباية برضو، ودي رشة فانيليا حطيته كله على اللبن او على الحليب، ودي كوباية الا ربع او نص كوباية من دقيق السميد، دي كوباية الا ربع يا جماعة. بتحطيها بعد ما بتحس ان الحاجة غليت كده، تقومي نازلة بدقيق السميد، ودي معلقة سمنة كبيرة كده حلوة وتحطيها معاها. ولو عندك شوية سوداني زي كده هتحطيهم في قلبها، ما عندكيش خلاص هي كده حلوة وزي الفل. بتنزلي عليها وهي سخنة عادي. بس انت بتحاولي تعملي الخليط ده بعد ما بتعملي التوريقة اللي انت الورقات اللي انت عملتها في الصينية دي، الورق الجلاش اللي انت عملتيه في الصينية، عشان انت لو سبتيها هتمسك في بعضها. فاحنا عايزين نعملها وننزلها في الصينية على طول كده زي ما انتم شايفين. طبعا لازم كل حاجة تبقى متساوية. هجيب بقى ورقة جلاش زي ما انتم شايفينها كده، هورقها واطبقها مع بعضها عشان تبقى الوسطانية زيها زي اللي في الحراف. انتوا فاهميني؟ طبعا هتبقى زيها زي الحروف يعني، في المستوى نفس المستوى. وهنعمل نكرر ايه التوريق ده تاني، نعمل واحدة عكس والتانية عكس، يعني خلف خلاف كده، الاتنين عكس بعض. يعني ايه، بصوا، واحدة كده بالطول والمرة الجاية هتبقى بالعرض، ونمشي بالطريقة دي لغاية ما نخلص لفة الجلاش معانا. طبعا احنا بنقسمها نصين علشان طبعا تبقى متساوية من فوق زي تحت، متبقاش حتة تخينة والحتة اللي فوق رقيقة او العكس. طبعا احنا خلصنا خلاص، فبنجيب الطرف بقى وبندخله تحت الصينية وتحت الجلاش اللي احنا عاملينه في الاول زي ما انتم شايفين كده.
بصوا الموضوع سهل جدا يا جماعة، بجد والله حلو قوي بجد، يعني جربوها هتدعولي بالوصفة دي والطريقة دي. جربوها هتدعولي لانها هي روعة بجد روعة. يعني جلاش شهد الملكة حلوة قوي. انت بقى بتقطعي عشوائي، انت براحتك بقى. انا قطعت كده عشوائي يعني ما عملتش رسومات ولا حاجة، بس طلعت في الاخر النتيجة كانت حلوة قوي. طبعا انت بعد ما بتحطيها في الفرن على 150 درجة او 180 درجة، بتحطيها لغاية ما تديك اللون ده على حسب الفرن بتاعك، وتبقى مقرمشة معاكي. بس بتدخلها على درجة حرارة عالية الاول، وبعد كده بتهدي لها النار. والشربات اللي كان عندي اهوت بعد ما طلعت، هي اخدت اكتر من نص ساعة، لان انا كنت وهدت لها قوي علشان ايه، تبقى مورقة زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت بتسلكيها بالسكينة تاني علشان طبعا بتبقى ماسكة ببعضيها. فشوفوا قد ايه اللقمة حلوة يا جماعة، بجد تتكلم عن نفسها. غير الطعم بقى اقول لكمش بقى ايه، حلو قوي قوي بجد، كانت خطيرة 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 جدا. آه، جربوها بالوصفة دي، حلوة قوي. وهكتب لكم المقادير بتاعتها او الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف ان شاء الله بإذن الله. اعتمدوها رمضان، كل سنة وانتم طيبين يا رب، كده يبلغنا رمضان واحنا زايدين مش ناقصين ان شاء الله. وبقول لكم كمان مرة كل سنة وانتم طيبين، ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم قد ايه. شوفوا جميلة جدا. واقول لكم لايكات كتير بقى، وادوني لايكات حلوة كتير، وبقول لكم باي باي ومع السلامة، باي باي.